انا واثقه ان ديت هتبقى اكلتكم المفضله، من هنا ورايح هتعملوها على طول. لو كنتم متعودين تعملوها كل فتره وفتره، لا، هتعملوها خلاص على طول، وكمان هتعتمدوها في العزايم. تخيلوا هتعملوا كبده وقوانص في العزايم، ما هي شكلها تحفه وطعمها يجنن وريحتها حلوه، وكل فيها مميزات، وكمان الاحلى واحلى انها مكوناتها بسيطه قوي. لايك واشتراك، ويلا خش في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا طاستنا أو صينيتنا، نحطها على البوتاجاز ونحط فيها شوية زيت. أول ما يسخن كده ونحط بإيدينا حسنا الصهج بتاع النار طالعة من الزيت، ننزل بالقوانص بتاعتنا اللي احنا غسلينها ونضيفها زي الفل. غسلتها ازاي؟ نقعتها هي والكبدة والقوانص، هي والكبدة والقلب في مية ودقيق وملح وليمون، وسبتها كده 10 دقايق بالليمون والملح والدقيق لحد ما بقت نظيفة زي الفل. شطفتها كويس جدا وصفيتها كويس جدا. بعد كده شوحتها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها الورق اللوري زي ما انتم شايفين كده، بنشوح فيها. بعد كده اول ما تتشوح نستخرها على جنب، وننزل بالكبده والقلب برضو مغسولين بالملح والدقيق والليمون، ما تنسوش. ونشطفها كويس جدا ونصفيها حلو قوي، ونشوحها شويه مع الكبده مع القوانص والورق اللوري، علشان ما تبقاش ريحتها زفرة. بنصفيها كويس قوي ونغسلها بالملح والليمون زي ما قلنا. الدقيق بيخليها بيضة كده، وبسطة بيضة وحلوة. هتعمل معاكم ميه، علشان لو كانت في الفريزر بالذات هتعمل معاكم ميه. شيلوا ميه بالمعلقه او صفوها زي ما انتوا تحبوا، اهم حاجه نصفي الميه ميبقاش فيها اي ميه. وزي ما شايفين انا شوحتها، انا كبدتي كانت طازه، شوحتها وبقت حلوه زي الفل، بس الدهون قلت فيها. ورحت زودت شويه زيت. بعد كده نزلت بالبصله اللي انا مخرطاها صغير خالص او مقطعاها صغير خالص. هنقلبها شويه بالبصله لحد ما البصله تدبل. وبعد ممكن في ناس دلوقتي تحط فصين توم او فص توم. انا ما حبيتش، عشان حبيت اخليها خفيفه في خفيف كده. حابه تحطي فص الثوم، حطي برضو هيدي تكايه معاكي حلوه. اتفقنا. بعد كده بنقلب كده الكبده بقى بالقوانص البصلايه والورق اللوري زي ما انتم شايفين. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي توابل خالص. نفضل نقلب كده لحد ما البصلايه تدبل. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد وجديد. بعد ما خلصت زي ما شايفين اتشوحت وابتدى لونها يبقى جميل، مفيش الكلام ده كله، مفيش كام دقيقه. ننزل بقى بالفلفل بتاعنا، عايزه بقى يبقى فلفل الوان، فلفل رومي اخضر بس، فلفل حراق زي ما انتوا حابين. انا حاطه حته صغيره قوي فلفل حراق وفلفل رومي عشان الاولاد. انتوا بقى طبعا ديت اختياري. بعد كده بقى ننزل بالحاجة التانية اللي هي الليمون. الليمونة هنا مهمة جدا. اولا بتدي كده تيست حلو قوي في الطعم، وكمان بتشيل الزفارة كده. انت ضمنتي ان مفيش زفارة تاني خالص. غسلناها بالملح والليمون والدقيق، وعصرنا عليها ليمونة. على فكرة حتى الكبدة الكندوسي بنعصر عليها ليمون. الليمونة بتخليها في حتة تانية. بعد كده بنحط عليها شويه كزبره، وانا بعشق الكزبره، فانا بحب اكتر الكزبره الناشفه دي قوي. بعد كده حطينا عليها الفلفل الاسود، وهنروح نحط عليها كمان شويه كمون، وهنروح نحط عليها توم وبصل باودر. انا حاطه الاثنين على بعض وحطيتهم كل مره، ونحط عليها الملح. بس هي دي التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها. في حاجه فيهم مش بتحبي تحطيها ممكن عادي تشيليها. التوابل اللي انت حابه، يعني انت اصلا ممكن تعمليها بفلفل الاسود وملح بس وكزبره، او لو عايزه تشيلوا كزبره بس. كل تيست كل الطعم او نكهه التوابل اللي انا حطاها بتدي تيست حلو تاني في حته تانيه. انا بقى في المرحله دي بقلب وبشيل ورق اللوري، خلاص مش عايزاه، كتر خيره نزل لي خلاص وشال الزفاره، وما عدتش محتاجاه تاني. نشيله بقى، وننزل بقى بايه؟ بدبس الرمان اللي هينقل الكبده والقوانص في حته تانيه طبعا. حكايه. ننزل بقى كده بدبس الرمان. بصوا، هيخلي لونها تحفة. يعني دي حاجة لوحديها. اللون كده شفتي؟ اللون اللي هو الصوصات كده، انا من الحاجات اللي بحب الاكل يبقى فيه لون الصوص الاحمر. حتى لما بعمل مكرونة بالصوص الاحمر بحب اخليها احمر قوي. انتوا بقى بص الكبدة خلاص اتحولت. يعني انتوا يعني انتوا لما شايفين المنظر ده كبدة وقوانص، انا مش مصدقه. بجد يا جماعه طعمها جميل جدا، ما فيهاش زفاره، وريحتها حلوه قوي قوي قوي، وشكلها جميل قوي. بجد انا يعني من هنا ورايح هعتمدها حتى في العزومات. يعني هي لايقه قوي انها تكون في عزومه. حلوه قوي، الاطفال يحبوها. جميله قوي. وفي الاخر عايزه اقول لكم بالهنا مع هنا مصطفى وباي.